ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. كل سنه وانتم طيبين. كرنب جميل قوي يا بنات. احنا طبعا دخلنا في الشتاء، وطبعا الاكلات الجميله يعني الاكلات اللي تدفي. واستنوا بقى مننا كل حاجه جميله كده ان شاء الله نعملها سوا. اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. الاول كده نبدا بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الكرنب ده يا بنات لقيته طازه كده شكله حلو. جبت اتنين، هقطعهم دلوقتي واعملهم معاكم. بصراحة الكرنب جميل جدا الايام دي في السوق. تحفة يا جماعة، الكرنب ما شاء الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. همسك الورق كده ايه، ابدا اخلي ورقة بورقة كده عشان ايه لما احط الكرنباية يعني هخف منها الورق بتاعها على قد ما اقدر، عشان برضو ما يتقطعش معايا. انا كده جايبة جوز كرنبايات ما شاء الله عليهم، كرنب زي العسل، وعايزة اقول لكم ان طعمه كان زي السكر. يعني في الشتاء بقى والجو البرد ده اكيد عايز بقى شوية محشي حلوين كده. هنمسك بقى الكرنبايه بتاعتنا نلفها زي ما انتوا شايفين كده، نشيل منها الورق على قد ما نقدر. يلا بينا. حطيت كده ميه على البوتاجاز بتغلي، نزلت فيها بشويه ملح. ونشيل كده عنق الكرنب يا بنات. زي ما انتوا عارفين بقى في ناس بتبقى تعمله مخلل، انا عن نفسي بحبه مخلل. يعني بشيل عنق كده الجامده دي وبحطها في المخلل. وعندي ولادي بيموتوا في الورق، بيعشقوه في المخلل. ودي الكرنبايه التانية. عايزه اقول لكم ان جوز الكرنبايات ما شاء الله عليهم زي العسل. نظبط الكاميرا بتاعتنا معلش بقى. همسكهم برضو هخليها زي ما انا خليت التانية بالظبط. وهنا ايه، آه اللي انا حطيته الكرنب اللي انا حطيته في الميه، مجهزه جنبي ميه ساقعه على طول عشان اشيل منها من الميه السخنه. هنحط في الميه الساقعه. وكده كان ده ايه، اول دور معايا اهو. ولما تيجي تسلقه تنقي الورقه البيضاء اللي ما تحطيش الورق الاخضر. نقي الورقه البيضاء اللي مش هتغيب معاكي في السلق بسرعه، ده اول ورق يتسلق معاكي. على طول انزلي فيه في الميه الساقعه، تشيلي من السخن تحطي في الساقع على طول. وهنا كنت جبت بقى البصل بتاعي حوالي يجي نص كيلو، او لا هو زايد عن الربع كيلو بصل، لكن نص كتير. همسكه اقشره كله كده زي ما انتوا شايفين كده. وجبت بقى الطماطم بتاعتي، وكل حاجة نشغلها في الكبة بتاعتنا، مش هنعمل حاجة في الخلاط، يعني كله هنعمله في الكبة. اهم حاجة ننضف الدنيا جنبنا. عايزة اقول لكم ان الكبة هي بصوا كل حاجة في المطبخ. يعني عايزة اقول لكم ان هي ساعات ما بشغلش الخلاط لان كل استخدامي بيبقى في الكبة. وما شاء الله مريحاني، ربنا يبارك له يا رب، اللي قال لي ونصحني ان انا اجيبها. شوفوا اللي هيحصل بقى دلوقتي. شغلت كده الكبة وما تكتش عليه. لازم طبعا اتك عليها. خلينا البصل زي العسل، شايفين جماله. نديله كمان فرمة عشان يبقى ناعم كده وحلو اهو. انا هنا بصور لكم كل حاجة عشان إيه في بنوتات صغيرة طبعا معايا في القناة، ربنا يبارك فيهم يا رب. اخواتي طبعا وحبايبي، وطبعا معايا ناس كبيرة برضو على الراس من فوق. همسك الطماطم بتاعتي. الطماطم هنا يا بنات باينه ان هي صفرة، بس عايزه اقول لكم لما تتعمل دلوقتي هتشوفوا جمالها. هنا قرن شطه كده خدعني، وانا فكرت ان هو طبعا شطه حاميه، بس طلع بيضحك عليا، طلعش شطه خالص. طلع كده لونه وخلاص. ما علينا، فرمنا الطماطم وجبنا الخضره بتاعتنا برضو عشان ننضفها. نخلص كل شغلنا على على الرخامه، وبعد كده هنروح عند البوتاجاز. هنا كان معايا كزبره، وطبعا شبت. معيش بقدونس، ما جبتش بقدونس لان ما لقيتش في السوق بقدونس. هشيل بس الراس بتاع الشبت والكزبره كده اهو. شلت كل البوز بتاع الشبت والروز بتاع الكزبره. وكده كنا بننضف بقى بقيه الخضره بتاعتي. هنضف كل الشبت والكزبره، وبرضه هنفرمهم في الكب. يعني انا مش هعمل حاجه النهارده على ايدي خالص، كل حاجه ان شاء الله تبقى في الكب. نخلص كده التقطيع بتاعه. اهم حاجه بس منخليش في حاجه صفرة. العيدان الصفرة دي يا بنات حاولوا تتخلصوا منها. وهنا نزلت كده بقطعه من الليه هسيحها. وبصراحة يا بنات اللي هي بتفرق جدا جدا، اللي هي بتفرق جدا يا بنات في المحشي، بتخلي المحشي ده في حتة تانية. حطيت كده حبيتين كده من الحبهان.
طبعا هم 4 حبات يعني هيتشالوا، هشيلهم وانا بقلي. ونزلت كده بالبصل بتاعي يا دوب، بس انا عايزه البصل يدبل ما ياخدش لون، يدبل بس اهو. هنزل بالطماطم، وعندي كان ايه، كان كيلو واحد من الطماطم يا جماعه. وهنا كنت ايه، خلاص كده هنحط بقى البهارات بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان هما كانوا شويه محشي ما شاء الله عليهم. هنزل بالبهارات بتاعت ال7 بهارات، وطبعا فلفل اسمر وكمون وبابريكا، واللهم صل على النبي وبارك لنا فيه، وكزبره. اهو كده كان كل البهارات بتاعتي. هنقلب بقى ونسيبها ايه، نظبط ملحها ونسيبها على نار هاديه مع نفسها، ونروح على الكرنب بتاعنا بقى ان شاء الله ايه نقطعه. وهنا كان ما شاء الله كرنب زي العسل يا جماعه، ما شاء الله عليه. شايفين اهو. انا طبعا بعمله كده ورقه بورقه، لكن انا ساعات بحطهم كذا ورقه على بعض واقطعهم برضو، بيطلعوا نفس السوا بتاع الورق يعني كله مسوي زي بعض اهو. عملت لكم هنا اهو، هنقي كذا ورقه كده مسويين زي بعض. هشيل بقى الراس بتاعتهم، ايوه اللي هي الطروف التخينه دي، تخلص منها خالص، ملهاش اي لازمه. شايفين بقى ما شاء الله اهو. شيلي وتلف على طول. هنا بقى كانت ايه الفرخه بتاعتي والبطه، كنت نقعاهم. لا ده انا كنت غسلتهم، غسلتهم بقى، وجبت البرتقانه الحلوه دي برتقانه يا بنات، مش ليمونه، لا برتقان. نعمل لهم بقى محلول نقع، ونمسك البطايه كده من جوه ومن بره وندعكها هي والفرخه، نخليها زي العسل عشان ناخد منها شويه شوربه زي العسل. وهنا كنت بقطع الليمون، احط برضو عليهم معلقه ملح ومعلقه سكر كبيره، وهسيبهم بقى ايه كده تلوحوا كده يا بنات. فضل نص ساعه كده في اسفه في الميه بتاعتهم، محلول النقع بتاعهم. وبعد كده خدتهم شطفتهم، وعلى طول ايه على الحله بتاعتنا نزلنا بالبصلايه ونقطه صغيره من الزيت، وحطيت ايه الفرخه والبطه بتاعتها على طول. نحط بقى البهارات بتاعتنا طبعا. ايوه البصل لسه معايا اهو. حطينا بصل، وحطينا ورق لورا وحبهان. نزلت كده بمعلقه فلفل اسمر، وحبه بسيطه كده من ال7 بهارات، حاجه صغيره حاجه بسيطه كده. في ناس ما بتحطهاش، بس بصراحه كانت عطينا الشوربه حاجه، كانت نقلة الشوربه في حته تانية. شفتوا بقى هنا الصلصه يا بنات، تحفه ما شاء الله عليها، خطيره. قطعت هنا كده شرايح من الطماطم، ونقطع بصل برضو جوليان او شرايح زي ما انت حابه. وهنا بقى لو انت حابه تحطي فلفل حطي، ورق كرنب حطي. انا استكفيت بالبصل والطماطم بس. هنا هحط شويه الرز شويه الرز، الكيلو الرز بتاعي ده كيلو من الرز يا بنات اهو. واول مره طبعا ان انا اقول لكم ده كيلو، ما بحبش اتكلم في الاكوال دي، لان بصراحه ما بحبش اعاير، يعني باخد بالنظر كده. حطيت كده ايه واحده من مرقه الدجاج، وعايزه طيب ما علينا، ندي الرز بقى تشويحه حلوه كده. عايزين الروايح بقى تفحفح كده، وطبعا الروايح مفحفحه من ساعتها بقى ما شاء الله يعني. عايزه اقول لكم ان كانت ريحه خطيره. وهنا هنحط بقى الشبت بتاعنا والصلصه. وهنا كانت البطه والفرخه ما شاء الله، طلعوا لي شويه شوربه عسل 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 عسل. بس عايزه اقول لكم كالعاده ان الكهرباء قطعت عليا، وانا ايه رايحه اولع المحشي كده، لقيت الكهرباء قامت فاصله. يلا ما علينا، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كان عندي شوربه، وعقدت على المحشي بتاعي بشوربه برضو، كانت الشوربه موجوده في الفريزر اهي. وما كانش فيه بقى وقت عندي ان انا اسخن الشوربه ولا اي حاجه، انا حطيتها كده على طول، وما شاء الله كانوا شويه محشي زي السكر اهو. يعني عايزه اقول لكم ان الشوربه بتاعتهم ما شاء الله كانت سايحه ونايحه كده، مدهننه خالص، لانها كانت شوربه عظم يا بنات. وهي شوربه اللي هي مش العظم بقى، اسمها ايه، المواسير. ايوه هي المواسير، حتى في الحله لسه مواسير اهي. وكده كان المحشي بتاعنا خلص،
عايزه اقول لكم ما شاء الله عليه وعلى جماله، شايفين؟ عسل. ودي كانت الشوربه بتاع البطه والفرخه. متنسونيش بقى يا بنات في لايك واشتراك في القناه، كومنت حلوه زيكم ينورني في قناتي. شكرا لكل حبايب قلبي اللي في القناه. شايفين محشو جماله؟